والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم أحبتي في الله طبعا، وشدوا على أيديكم، عدنا والعود أحمد. يقول الله عز وجل: ومن يكتم الشهادة فإن قلبه آثم. إخوان، أنا الآن ضليت كنستمع شوية لذاك المباشر عاود اللي جابوا فيه ذاك الشخص العراقي الذي يهمني أنا الآن. المهم اللي داير مباشر هي السيدة بشرى. شغلها هي قالت لا يؤم الرجل في بيته، هي في دارها شغلها ولكن هذا الشخص يهمني. لماذا؟ أولا واحد الملاحظة، طلع عاود ورمى المرأة مغربية محاولة استفزازها بديك الطريقة القذرة ديال الروافض. هاد ابن الزنا، هاد ابن تلقاك ممكن تكون أيها العراقي من زنا المحارم كاع، لأنه التمتع عند الصفويين من سلالتك اللقطة عادي، وأمك وأختك وبنتك إلى عندك شيء يتمتع بشيء مثل الخنازير. الغيرة عندكم آخر شيء. المهم قال واحد الجملة استفزتني، قال لها أن خديجة فيها علامتين في جسمها، حتى أنا أقول أنك أنت في المؤخرة وأتحداك، وتحت عينك هنا وقال من قال لي هذا؟ قالته لي مسمى ماريا حنفي، قالت لك عندك ضربة هنا وهنا يعني مخيط، وعندك في المؤخرة ضربة. نتحداوك حتى حنا تورينا هذا الوجه فيها الضربتين والمؤخرة ديالك حتى نكون المهم طلع داك السيد اسمه زهير قال لك هذا الشخص خصنا يعني بغى يوصل فكرة خصنا نعرفوه. خديجة العماري مواطنة مغربية معروفة، هويتها معروفة، جمعوية مغربية معروفة، صوت وصورة معروفة فين كاينة. ما يمكنش نقبلوا واحد الصوت على الأثير يتهموها بأشياء بناء هويتك حتى تكون مصدر. ولكن ما يمكنش السي زهير تطلب هاد الامور يبان هاد الشخص عند واحد السيده حتى هي تختفي وهذاك حقها المشروع. انا بالنسبه لي الصراع بين بشرى وخديجه بين مغاربه يتناتشوا شغلهم. ولكن نقول لكم الواقع شنو. انا ساشهد شهاده حق لله. الاخ ياسين في فرنسا، ياسين هو اللي كلمني اول مره، قال لي راه كاين واحد السيد عراقي، ولكن الطريقه اللي تكلم معايا به عليه استفزتني، لانه ياسين ربما هكاك طمعوه باش يتفهموا القصه. يا اخوان جا قال لي كاين واحد السيد عراقي ولا بوكو فلوس، ما عرفتش علاش قال لي هذا الكلام، ما يمكنش ينكروا. كان عنده مشروع في لبنان وعنده مشروع في اوروبا، ملياردير. ما عرفتش علاش قلتي لي هاد الهضره باش تطمعني تسلي لي ريوغي كيما سيلاتهم لك اللي عطاتك هاد المعلومات اللي هي ماريا الحنفي وطرقها القديره. اذا بغا يخدموا معايا ديك لامسون، كنقولوا حنا الصناره كيسحبوا انا مدلين ريوغي ولا داخل الانترنت على ودين ويستر انيون. اش كنقول لكم هاد الهضره؟ وقلت له انا لا، وصيفط لي اوديوات عليه حدا واحد الحسينيه ما نسمعهمش هذاك الشيء بيني وبين ياسين. وقلت له لا قطعا لا ندير شي يدي في يد اجنبي ضد مغربيه، واخا تكون عدوتي ابدا. هذا راه من رابع المستحيلات، وبهذا ادين الله. اذا علاش كنقول لكم هذه الطريقه كيفاش قدموا لي الكارت فيزيت ديالو على انه بوكو فلوس باش تقراو المعنى وتفهموا حتى خوتكم. انا بالنسبه لي لا بشرى ولا ياسين الاخرين يسون مانيبيلي، كتلعب بهم وكتطمعهم. هاد ماريا الحنفي اللي بغينا نعرفوا، كنقولوا في هذا الفيديو لازم كاع المغاربه والمغربيه يديروا يد في يد ونعرفوا شكون هاد ماريا الحنفي فعلا، شنو هويتها، حتى اذا كانت شي مساطر قانونيه ضدها فهي راس الحربه، وهي اللي كتطمع الناس وقبح الله الفقر، يعني كتستاجر ابواق ماجوره. صدقوني يا اخوان. فانا كنعذر ياسين وكنعذر نقول لكم حتى بشرى، ولكن انا بغيت هذيك السيده نعرفوا هويتها يا اخوان، لانه الطرق القديمه طمع وتكري ابواق ماجوره. فهمتوني كيفاش؟ هنا الخطوره الامر. هذيك هي راس الحربه، وصدقوني لان هذيك لا فاصون اللي قدموا لي بها هذاك العراقي فاصون ديال كيقال لك يكريو الناس باش تسب الناس.
وكل شيء صدقوني. قصة هذا العراقي جاي من ماريا الحنفي، هذه شهادة قلتها قدامكم أمام الله وأشهد الله أن إلا زدت عليهم شي حاجة ها هما حيين وحنا كنكذبوا على الموتى. كان معكم خوكم صقر الأطلس. إذا كلنا يد في يد حتى نعرفوا الهوية ديال السيدة. ما نعلمه الآن وما يقال أنها مزوجة، تدعي أنها مزوجة بعراقي، ولكن أنا بغيت نعرف هويتها المغربية وفين كتعيش في يعني فين شنو يعني ليدونتيتي الفري ايدونتيتي في المغرب ديالها، باش كتكري ناس يوصلوا لهاد الامور ضد ولاد بلاد. هاد الكلام انا قلته في صالح بلادنا وفي صالح ديننا، لانه هاد الامر راه خطير اعيدها لكم وغير مقبول وخطير جدا. ملي كيبقى يدخل البراني وملي كيبقى يتكرى البراني ضد. دابا مثلا ناخذوا ليبيا نعطيكم مثال، داخلين هاد الاماراتيين مع المصريين من جهه اخرى وحفتر، وداخلين من هاد الجهه مع الوفاق الاتراك. غتحل والله عمرها لا تحل هاد المشكل. فهمتوني كيفاش غنغار؟ اذا هاد لابريش بغينا نسدوها. قال لك الباب اللي يجيك منه الريح سدو رجع. راس الفتنه صدقوني هي ماريا، وكتطمع في الدراري وكتطمع في البنات، كيديروا هاد الفتنه وهاد الامور اللي راكم فهمتوني. اذا كلنا غنخدموا باش نعرفوا هويه هاد السيده. ما كرهناش مثلا الاشخاص اللي تحولت لهم اموال في المغرب يقولنا شنو هو الاسم باش جاهم الاموال، ربما ما تبعتش لهم بسميتها، غير في اطار القانون غنستعملوه الان. تعاونوا معنا يد في يد في مصلحه بلادنا. صدقوني اش كنقول لكم يا اخوان، في مصلحه بلادنا، في مصلحه هذا الوطن ديالنا. فهمتوا؟ فالانتيغي جينيرال يعني المصلحه العامه قبل من المصلحه الخاصه، ومن بعد نرجعوا للطيران دقة فيا ودقة فيك. استودعكم الله الذي لن ولن تضيع ودائعه. تلقاو الخير احبتي في الله.